مرحبا بكم من جديد في تغطية خاصة وحصرية من قلب أوراش البناء لأضخم صرحين رياضيين في العاصمة المغربية الرباط، ملعب الأمير مولاي عبد الله والملعب الأولمبي. من خلال هذا التقرير نأخذكم في جولة ميدانية لاكتشاف حجم الأشغال المتواصلة والرهان الكبير على تشييد منشآت رياضية بمعايير عالمية تستعد لاحتضان كأس إفريقيا 2025. نبدأ من ملعب الأمير مولاي عبد الله. هذا الملعب التاريخي يشهد حاليا تحولا شاملا في بنيته التحتية، حيث تتواصل الأشغال بوتيرة متسارعة دون توقف. تم الانتهاء من تركيب الهيكل المعدني الضخم للسقف الذي يعتمد على 19 عارضة فولاذية تشكل الدعامة الأساسية لعملية التسقيف الجديدة. هذا الإنجاز يبرز حجم التطور المعماري والهندسي الذي يشهده الورش. من أبرز الأشغال الجارية حالياً تركيب الألواح المعدنية على السقف والواجهة الأمامية، تثبيت أنظمة إضاءة متطورة لتأمين رؤية مثالية داخل وخارج الملعب، اعتماد أنظمة صوتية عالية الجودة لضمان تجربة جماهيرية مميزة، تجهيز مرافق كبار الشخصيات 5 في VP بمعايير ضيافة عالمية، بناء مواقف سيارات تحت الأرض لتيسير التنقل يوم المباريات، تجهيز صالات الإعلاميين ومنصات البث التلفزيوني الحديث، تحسين شبكة تصريف المياه وتكييفها مع التغيرات المناخية، تركيب نظام مراقبة ذكي يشمل كاميرات عالية الدقة ونظام تتبع المقاعد. في مستجدات هذا الأسبوع انطلقت عملية تغطية الواجهة الأمامية بألواح معدنية ذات تصميم عصري، كما يجري تجهيز مناطق الإعلاميين بشكل نهائي، ويسجل تركيز كبير على تحسين البنية التحتية والخدماتية بما يتماشى مع المعايير الدولية. ننتقل الآن إلى الملعب الأولمبي بالرباط. هنا تتواصل الأعمال بوتيرة لا تقل حماسة، حيث تم الانتهاء بالكامل من بناء السقف إلى جانب تثبيت جميع المقاعد على المدرجات باستخدام تصاميم مريحة ومتينة. أرضية الملعب باتت جاهزة لفرش العشب الطبيعي بعد الانتهاء من تسوية التربة وتجهيز نظام ري حديث تحت الأرض. الأشغال الجارية في الملعب الأولمبي تشمل الانتهاء من تركيب المقاعد في كافة المدرجات، تهيئة الأرضية لاستقبال العشب الطبيعي، إتمام تجهيز المنصة الشرفية ومناطق كبار الشخصيات VIP، تثبيت شاشات إلكترونية حديثة لعرض النتائج والمحتوى البصري، تركيب أنظمة صوت داخلية متطورة، تحسين المداخل والمخارج لتأمين انسيابية حركة الجماهير، تغطية الواجهات الخارجية بألواح معدنية وزجاجية بتصميم مستقبلي، تأهيل المساحات المحيطة، أرصفة، إنارة ومناطق خضراء. المهندسون يضعون اللمسات الأخيرة على المنصة الشرفية باستخدام أجود المواد لضمان تجربة ضيافة راقية، كما يواصلون تجهيز الواجهات الخارجية بشكل يعكس الهوية المعمارية العصرية. ومن بين أهم المستجدات انطلقت عمليات تركيب اللوحات الإلكترونية وأنظمة الصوت، في حين يتم العمل على تحسين المداخل والمخارج لتأمين وصول سهل وآمن للجماهير. كما يشهد محيط الملعب زخما كبيرا من الأنشطة المتعلقة بتأهيل الأرصفة والإنارة والمساحات الخضراء. ختاما، مع اقتراب موعد كأس إفريقيا 2025 تسابق فرق العمل الزمن للوفاء بالتزاماتها في الموعد المحدد. وتؤكد الجهات المشرفة على المشروع أن نسبة الإنجاز تجاوزت 80% في عدة مرافق، وسط مراقبة دقيقة من لجان تقنية وطنية ودولية لضمان مطابقة المعايير العالمية. ملعب الأمير مولاي عبد الله والملعب الأولمبي بالرباط ليس مجرد منشآت رياضية، بل هما تعبير صريح عن رؤية المغرب لمستقبل البنية التحتية الرياضية. من سقف فولاذي متقن إلى عشب طبيعي وتجهيزات رقمية ذكية، كل التفاصيل مدروسة بعناية لتقديم تجربة استثنائية للرياضيين والجماهير على حد سواء. إذا أعجبكم هذا التقرير لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لتصلكم آخر التحديثات من داخل أكبر أوراش الملاعب في المغرب. وسؤالنا لكم: أي من هذين الملعبين تتطلعون لحضوره في افتتاح كأس إفريقيا 2025؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء في تغطية جديدة من قلب الأحداث.